يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نور من قناه يومياتي مع نور، وده فيديو جديد ان شاء الله. النهارده فيديو مشتريات ان شاء الله يعجبكم باذن الله. انا نزلت كده مكان هنا عندنا بيبيع حاجات رخيصه جدا جدا صراحه، اسعاره حلوه جدا، فجبت منه شويه حاجات هنشوفها دلوقتي مع بعض. بصراحه الحاجات اللي انا جبتها دي انا كنت محتاجاها جدا جدا. بصوا، اول حاجه انا كنت محتاجاها حامل المجات دوت، كنت محتاجاه عشان احطه عندي على الرخامه واعلق عليه المجات بتاعتي. فبصوا هو ده شكله كده. هو ده كان سعره 15 جنيه، حلو جدا جدا. هو الراجل قال لي دوت حافظ عليه وهو مش هيصدي. انا كنت خايفه منه ان هو يصدي او حاجه، فهو قال لي حافظ عليه ان هو ما يجيش عليه ميه او كده، او حتى لو غسلتيه تنشفيه في ساعتها وهو يعني مش هيصدي ان شاء الله. بصوا بقى جبت القمر ده. بصوا بصوا الحلويات دي، ده لونه بني محروق كده شويه مدي على اسود. اللون ده بقى بصوا، ساجد ابني هو اللي مختار اللون ده. الاتنين تحفه تحفه. بصوا بصوا حلوين ازاي، حلوين جدا جدا جدا. وكمان بقى هعلق عليه اللي اللي جوزي كان جايبولي في عيد ميلادي، هعلقه برضو كده. بصوا شكلهم قمر قوي. انا اصلا بحب جدا المجات وكان نفسي فيهم كمان، فجبت دول كده. وجبت كمان انا اصلا كنت جايبه 3 بس في واحده كده مش هقول اسمها خدت مني واحد. فان شاء الله هبقى اجيب تاني وهبقى اجيب لها عشان هي برضو عايزه محتاجه منهم. ف فدلوقتي كده جبت دول وهجيب تاني لما اروح تاني، ان انا كنت بس عايزه اجرب خامتهم بس هم عجبوني جدا جدا. المجات دي صحيح الواحد كان عامل 15 جنيه. اسعارهم صراحه فظيعه فظيعه فظيعه. كمان جبت المقشه والجاروف دول، لان الجاروف بتاعي من غير مقشه وما بعرفش ان انا الم التراب وكده بالمقشه الكبيره، فجبته عشان خاطر المقشه الصغيره دي. حلوين جدا جدا. دول كانوا عاملين برضو 15 جنيه او 12 ونص حاجه زي كده. وبصوا كمان جبت الاسباتيولا دي، لان الاسباتيولا اللي كانت عندي ساحت على النار. بصوا بقى دي جميله جدا وناشفه كده وحلوه قوي اهي، سيليكون جميله. وكمان جبت الفازات دي، بصوا تحفه قمر قوي. انا كنت جايبه 2، جبت اللونين دول علشان خاطر اللون دوت ممكن احطه هنا في غرفه النوم والتاني ممكن احطه بره. يعني ايه، جبت اللونين ان هو يمشي يعني على الشقه عندي. فلسه بقى هجيب ليهم ورد. بصوا بقى جبت الورد الحلو قوي ده. انا جبت الحاجات دي عشان تنفعني في التصوير لما اجي اصور تدي شكل حلو. دي الواحده كانت عامله 5 جنيه، جبت 4 ب20. جبت الاربع الوان دول، البينك والبيج والابيض والاحمر، حلوين جدا. بصوا تفاصيلهم كمان حلوه قوي اهو. الاربعه كانوا عاملين 20 جنيه. جبت كمان ايه، بصوا بقى جبت كمان دول مكتوب عليه بوب كورن كده من بره، حلوين جدا جدا للفشار. انا كان نفسي فيهم قوي، بس ما كانتش بتصادف خالص ان انا اشتريهم. ده الحجم الكبير منهم. دي الواحده كانت ب10 جنيه. بصوا حلوين، فحلو جدا جدا واسعاره كمان جميله قوي. جبت 2. وكمان بقى جبت ايه، جبت طقم المجات ده. طقم المجات دوت، ده طقم مجات شاي. بصوا شكله حلو جدا. بصوا انا اصلا بحب المجات الساده، مش بحب المجات اللي هي فيها شغل وكده. فجبت منه 6 كانوا عاملين 25 جنيه. تمام. بصوا بقى هنا بقى، بصوا في حاجه عظمه هنا. الحاجه دي كان نفسي فيها جدا من زمان.
بصوا الفازة القمر دي فازة ازاز زي الكريستال كده، حلوة قوي. بصوا كمان حجمها كبير، دي الفازة اللي بتحط فيها الزلط وكده، والورد المجفف وكده، حلوة قوي قوي. وكمان سمكها حلو كمان، مش من هو الازاز الخفيف اللي هو بيتكسر على طول. وكمان مش هتصدقوا لما تعرفوا سعرها، دي كان في منها الكبير جدا وكان في منها كمان الصغير. دي اصغر حاجه، كان في منها الكبير خالص. وكان في منها الكنزي كمان. وكان في اللي هو التخين من تحت طالع على رفيع، كان مؤمن في منها اشكال حلوه قوي. انا اخترت دي كده زي ما انتم شايفين. دي كانت سعرها 15 جنيه. حلوه قوي قوي قوي، سعرها كمان حلو جدا جدا. انا لسه هجيب لها الزلط والحاجات اللي بتحط جواها. في منها الرفيع اللي بتحط فيه الهيش. كان اسعاره يعني دي ب15، كان في ب45 الكبير بقى، 45 و55 و65، والكبيره خالص خالص كانت ب75 جنيه. فاللي هو اصلا مش حاجه اساسا، فانا عجبتني ديت. فجبتها، كانت سعرها 15 جنيه. وكمان جبت البانيو دوت جبته عشان خاطر احط فيه الصابون بتاع المواعين. عشان يعني احطه على الحوض وكده. ده كان سعره 10 جنيه. انا اصلا بحب الالوان دي جدا. لو تلاحظوا انا جايبه الالوان ديت، يعني الالوان التركي يعني. وكمان بقى جبت اخر حاجه، مش اخر حاجه، وفي حاجه كمان. انا جبت اللمامه دي انا بحبها جدا جدا. هي بتغني عن المقشه كتير. انا يعني صراحه المقشه والمكنسه بحس ان هما بيسيبوا زي وبر كده في الارض. ف كنت محتاجه جدا جدا اللمامه دي، عشان لو في بواقي في الارض او حاجه اعرف اشيلها. ان انا صراحه لما بكون حاجه في الارض ببقى متضايقه جدا، فلازم دي تكون في كل بيت. حلوه قوي. كان سعرها 5 جنيه. بصوا بقى، انا جبت بقى حاجه تحفه جدا برضو، تحفه تحفه. يمكن انتوا شايفينها هنا، ده المفرش ده. بصوا ده بقى انا هعمل لكم فيديو عنه عظمه، وهتعرفوا كمان سعره خطير خطير خطير. يعني شفت الحاجات دي اسعارها عامله ازاي، ده بقى سعره مش هتصدقوه لما تشوفوه. كمان عايزه اقول لكم على المكان بتاعه في الفيديو الجاي ان شاء الله. طبعا الفيديوهات بتاعتي الجايه يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، كمان اشتراك كمان في القناه. وهستنى بقى تعليقاتكم لو انتوا حابين تعرفوا المكان اللي انا جبت منه ده فين. اكتبوا لي في التعليقات، لان كمان المكان دوت بيشتروا منه كل العرايس، بيجهزوا منه. فيا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو واشتراك كمان في القناه. ودمتم بألف خير، ومع السلامه.